السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قلت اما ابتدي بالفيديو كده، يعني اصبح عليكم ولا امسي عليكم معرفش التوقيت عندكم ايه. ان شاء الله باذن الله هنعمل النهارده اول حاجه هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي شفيع رسول الله محمد. تاني حاجه هنسمي برحمن كده، وهنعمل مع بعض كيكة الزبدة. كيكة الزبدة لو حكيت لكم من هنا للسنة الجاية عن الجمال ده مش هتصدقوا. خطيرة، شكلها بيتكلم عن نفسها. عاوزين تقدموها سادة ماشي، عاوزين تحطوا لها صوص كده، اسانس برتقان كده برضو ماشي، عاوزين بمكسرات ماشي. هي لوحدها من غير حاجة خالص خطيرة، واحنا ممكن ندلعها بقى بأي شكل. تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا. اول حاجة هنزل في الخلاط بتاعي على طول بثلاث بيضات، يعني 3 حبات بيض. تمام. هنزل بيهم في الخلاط، وهنزل عليهم ب2 باكت فانيليا او معلقه فانيليا سايله. تمام. وهنزل عليهم بمعلقه خل. ضروري معلقه الخل والفانيليا بيعملوا، بصوا يعني بيودوا الكيكه في حته تانية. اولا بيضيعوا ريحه الزفاره تماما، ثانيا الخل ماده رافعه، يعني هو زي البيكنج صودا والحاجات دي. تمام كده. تاني حاجة هنضربهم مع بعض الأول، البيض والخل والفانيليا، وبعد كده هننزل عليهم بكوباية ونص من السكر. الكوباية اللي هنعاير بيها الكيكة كلها، هنعاير بيها كل حاجة، اللي هو الدقيق، السكر، اللبن كده. تمام. نزلت بكوباية ونص بالسكر واتنين زبادي، وده سر الموضوع بتاعنا. احنا في العادي بنعمل كيكة بكوباية زبادي، بس حسيتها فرقت كتير لما ضفنا 2 كوب من الزبادي، وطبعا مع اللبن، مش بنستبدل الزبادي باللبن. يبقى كده هنحط كوبايه ونص سكر، كوبايتين زبادي، كوبايه لبن، مج لبن، 5 معالق كبار هرمي من السمنه او الزبده. انا استخدمت الزبده اللي هي البقري الفلاحي. تمام كده. بس هنضربهم بقى في الخلاط مع بعض كويس قوي قوي لحد ما يدوب السكر تماما. بعد كده هجيب عندي في وعاء تاني 2 كوبايتين من نفس المج اللي عايرنا بيه اللبن والسكر، كوبايتين ونص من الدقيق. تمام. وهنزل عليهم بكيس بيكنج باودر وذره ملح. ضروري جدا، اهم حاجه في خطوات الكيكه دي ايه؟ علشان تطلع معاكي هشه، مش مفرغه من جوه. أه. تحس انك تاكلي كده حاجه زي السفنج كده، زي القطن، حاجه كده خطيره يعني، ملمس وطعم وشكل وريحه وكل حاجه. الخطوات والتكات دي مهمه جدا، اللي هو معلقه الخل، واللي هو ننخل الدقيق، ودي حاجه اساسيه في الكيك او في اي مخبوزات. بننخل الدقيق يا جماعه، ضروري جدا. الدقيق والبيكنج باودر بننخلهم باي منخل. تمام. بس كده. وبعد كده بنقلب بقى الدقيق والبيكنج باودر والملح، نقلبهم كويس قوي بعد ما نخلناهم، وننزل عليهم بالخليط، نص الخليط، وبعدين نقلب كويس قوي قوي، وبعدين ننزل ببقيه كميه الخليط بتاعنا. بس. وبعد كده هنقلب كل الكلام دوت، وهنمكسه كويس قوي. كل ما تضربي بالمضرب بقى، بمضرب سلك، مضرب كهربائي، بايديكي، لو انت يعني تعملي بايديكي هتبقى حلوه جدا برضو. زي امهاتنا زمان ما كانش في حاجه اسمها مضرب والكلام ده. بس كده. جبت بقى صينيه عندي، وطبعا كنت دهناها بالزبده وبرش الدقيق، وبعدين تخلصت من الدقيق الزياده كله. وبعد كده رحت جايبه الخليط بتاعي وحطيته وصبيته في الصينيه، وهبت الصينيه على رخامه كده، خبطتها كذا خبطه زي ما انتم شايفين الفقاقيع دي. دي حاجه مهمه جدا علشان خاطر الكيكه ما يبقاش فيها اي هواء. تمام تمام. دخلت الصينيه بتاعتي على درجه حراره 180 في الفرن، يعني ساخن مسبق، اكون مسخناه قبل ما ابتدي في الكيكه خالص. تمام كده. وهتابعها بقى في الرف اللي في النص، ومش هفتح عليها اي كيكه في الدنيا، ما تفتحيش عليها قبل 35 او 40 دقيقه، مش اقل من كده. بس قدمت الكيكه زي ما انتم شفتوا، خطيره. وده صوص كده هقول لكم عليه، الصوص ده تحفه، جميل جدا، ومودي الكيكه بجد في حته تانية. هقول لكم على المكونات بتاعته برضو، لاني بجد متاكده ان هو هيعجبكم يا جماعه، تحفه بجد، خطير خطير خطير. معلقه الكيكه وهي لوحدها طبعا تجنن، كيكه بالزبده كده مع كوبايه شاي، كوبايه حاجه ساقعه، تحفه. عندك ضيوف طالعه رحله، مش هقول لكم الكيكه ديت عامله ازاي، الطراوه والرطوبه اللي فيها والجمال اللي فيها عامل ازاي، مع كمان صوص اللي هو بتاع اسانس البرتقال ده يجنن. الصوص دوت ممكن يعني نعمله ساده بالفانيليا عادي، وممكن نعمله بقى بالبرتقال بصوص فراوله، زي ما انتوا تحبوا اي طعم فيه. جبت 4 معالق كبار من السكر البودر، اهم حاجه يكون سكر بودره، ونزلت عليهم بمعلقتين من اللبن، وكمان
3 معالق عصير برتقان. يعني جبت برتقانه قطعتها نصين وعصرت الميه اللي فيها وخدت 3 معالق ميه بتاعه البرتقان وكيسين فانيليا. تمام كده. يبقى 3 معالق او 4 معالق سكر بودر، عليهم معلقتين كبار من اللبن، عليهم 3 معالق صوص برتقان او مثلا صوص فراوله او صوص مانجا، اي صوص بس يبقى ناعم خالص ما فيهوش اي حاجه. تمام كده. وضربناهم بالمضرب كده مع بعض او في الكبه بتاعتي واديت لهم ضربه كده مع بعض، هيبقى سايل كده وكريمي وطعمه خطير بالبرتقان مع الكيكه. يا جماعه الكيكه دي تحفه، لو اتكلمت عنها بجد من هنا للسنه الجايه مش هعرف اوصف لكم الجمال اللي فيها. بصوا الشكل، ممكن تقدموها بقى بالشكل اللي يعجبكم. انا هنا حطيت مكسرات وكلتها وهي ساده وكلتها وهي بالصوص لوحده من غير مكسرات. بصوا هي في تلك الاحوال تجنن، خطيره خطيره، طعمها وريحتها ملهاش حل، من احلى واجمل الكيكات اللي بحبها بجد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب تكون وصفتي عجبتكم واكون خفيفه على قلبكم. متنسوش تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ربنا ييسر لي الحال وليكم وللمسلمين، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.